الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم علينا النعم وجعل امتنا خير امه وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا اياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمه. يا نفس توبي ولا تتكبري، سيأتي يوما عليك سوف ترحلي وستجردي من كل غال وفي ثوب ابيض حتما سوف تكفني. ان طال الزمان او كثر حتما على الاعناق سوف تحملي. ستزوري بيت الدود يوما حتما وفي التراب سوف تدفني. والموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبكي على انسان. يا ناسجا ثوب الاماني فلربما نسجت يداك لفائف الاكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى الا وجه المهيمن ذو الجلال والاكرام. ايها السادة الاكارم اصحاب الهلة الطيبة والواجب والادب في كل مقام ومكان، واحباب اهل القرآن، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. هنا في هذه الساحة الطاهرة حيث اجتمعنا جميعا على قلب رجل واحد مشاركين واجب العزاء لعائلات فايد ولكل الاقارب والانساب والاصهار في وفاة الوالد الكريم الحاج فتحي فايد طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه. والد كل من الحاج ماهر فتحي فايد والحاج بلال فتحي فايد وكل الاقارب والانساب والاصهار، خال كل من شيخ العرب الحاج ماهر سمية وشيخ العرب الحاج ياسر السباع وكل عائلات فايد اصحاب الادب الجم والهلة الطيبة والواجب والادب في كل مقام ومكان، فكلهم من الاعلام يمتازون باداء الواجب والادب في كل مقام ومكان واغنياء عن التعريف. يشكرون كل من توافد من حضراتكم وواساهم وقدم لهم واجب العزاء. ايها السادة الاكارم، شاكرا ابن بلد الاولياء ابن بلد العلم والعلماء احد عمالقة مجال الفراشة الكبرى لقب بقطب هذا المجال الحاج محمد عبد اللطيف شرف. اما الان وعبر موجات العالمي محمد نادي، وبعد شكرنا للمتر فتحي حجازي سنستمع الى كروان العالم الاسلامي باسره صاحب الصوت الرنان والاداء المتميز، اسم له تاريخ في عالم دولة التلاوة، القارئ الشيخ احمد حسن سلمان. اسأل الله تبارك وتعالى ان يفيض عليه وعلى شيخنا عبد الله طارق نصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله. إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال
يا رب. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا إلا من أذن له الرحمن ورضي له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ويرحم المتوفى ببركات القرآن ويجعل هذه الليلة من أسعد لياليه ولا يحرمنا من شفاعة سيد المرسلين سيد الأنام
يوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هات سيدنا النبي كمان مرة. وعنت الوجوه للحي القيوم يعلم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث
صدق حقا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الختام وأن يختم لنا على قول لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله الشفيع المشفع الذي سيأتي في هذا اليوم ويقول أنا لها أنا لها ويسجد تحت عرش الرحمن ويفتح عليه بصيغ الحمد لم تكن تفتح عليه من قبل ويأتيه النداء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فإنا لن نخزيك في أمتك أبدا. استمعنا إلى آيات سورة طه وحضرنا أو وحضرتنا أحداث يوم القيامة وما فيه من مشهد عظيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. استمعنا إلى كروان العالم الإسلامي بأسره إلى صاحب الصوت الرنان والأداء المتميز القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان. فباسم عائلات فايد وكل الأقارب والأنساب والأصهار أشكركم جميعا على الحضور الموقر لتأدية واجب العزاء. كما أشكر أيضا أحد عمالقة مجال الفراشة الكبرى والإنارات الذهبية العالمية قطب هذا المجال كما أطلق عليه من قبل الأحباب الحاج محمد عبد اللطيف شرف ابن قرية زرقان مركز دلا في محافظة المنوفية. أيها السادة الأكارم شاكرا أيضا المتر فتحي حجازي المخرج العالمي محمد نادي. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لا تظلمن إذا ما كنت مختارا
فابتدروا، فالظلم يرجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنم. اتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب، يسمع لها قائلا المولى تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هيا بنا الى القرآن الكريم وما فيه من مواعظ وعبر، وما فيه من انوار وتجليات وبركات، وما فيه من فيوضات مع شيخنا عبد الله طارق نصر. اسأل الله تبارك وتعالى له تمام التوفيق والتألق والازدهار.